مشاهدينا الكرام، نقلت لكم قناة الجزيرة على مدار عام كامل تغطية شاملة وكاملة للأخبار من موقع الأحداث في داخل المناطق الفلسطينية والإسرائيلية على حد سواء. أجواء من التوتر تسود الأراضي الفلسطينية، وهناك مزيد من الدعوات لمسيرات سوف تنطلق أيضا في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية احتجاجا على الجرائم الإسرائيلية المستمرة. جوالك يا حسن بينفعش هذا شغل. نفتحها ثواني. الله يصبرك الله ونعم الوكيل. جوالك يا حسن. أنا أمس لم أنم طول الليل، والسبب يا إخواني، السبب يا أحبائي، والسبب يا رفاق دربي هو ما حدث أمس في القدس الشريف. من سنة 48 وتحديدا بعد الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية ظهرت لنا شخصيات كتيرة جدا وعدت علينا وسمعنا عنها وعن إنجازاتها وشجاعتها وتعلقنا بيهم جدا. كلامي هنا موجه للشخصيات الفلسطينية الأبطال عبر التاريخ اللي وقفوا ضد الاحتلال يدافعوا عن أرضهم بالسلاح، ومنهم شخصيات علمونا إنه عشان تدافع عن أرضك وبلدك فأنت مش محتاج أبدا للسلاح، وكفاية إنك توصل صوتك وتقول رأيك والأحداث اللي بتحصل في بلدك. وفي منهم اللي علمنا وعرفنا إنه عشان تبقى وطن مقاوم من الاحتلال مش شرط أبدا تكون من الرجال، وممكن تكون من النساء عادي جدا، لأن الشجاعة والشخصية والدفاع عن الحق دي حاجات مش مرتبطين أبدا بسن معين أو بالشكل أو حتى إذا كنت من الرجال أو من النساء. السلام عليكم، أنا عبد الرحمن أحمد من قناة نور الظلمة، وأهلا بك يا صديقي في فيديو جديد. في الفيديو ده أنا جاي أتكلم عن 3 شخصيات فلسطينية أبطال عبر التاريخ، ودور كل شخصية منهم في المقاومة ضد الاحتلال الصهيوني. 3 شخصيات هما ياسر عرفات وشيرين أبو عقلة ووائل الدحدوح. وبداية الفيديو هتكون مع أول شخصية فلسطينية عندنا وهي ياسر عرفات. ياسر عرفات الاسم بالكامل محمد عبد الرحمن ابن عبد الرؤوف ابن عرفات القدوة الحسيني. اتولد في القاهرة ونشأ وكبر فيها عشان يقضي مراحل طفولته وشبابه كلها في القاهرة، وأول ما تم 17 سنة قرر إنه يدرس في جامعة الملك فؤاد واللي هي جامعة القاهرة حاليا. درس فيها الهندسة المدنية وتخرج عام 50. وفي فترة دراسته في جامعة الملك فؤاد دخل في مناقشات ومحادثات كتيرة مع اليهود والصهاينة، وتعلم وعرف عنهم حاجات كتيرة جدا عن ثقافتهم وازاي بيفكروا وايه طريقتهم، خصوصا بعد قراءته لأعمال كتاب ليهم زي تيودور هيرتزل. وفي الخمسينات قرر انه يغير ويبدل اسمه عشان يكون اسمه ياسر عرفات، وكان ليه اسم حركي وهو أبو عمار. ياسر عرفات اتولد سنة 29 وهو كان سياسي وعسكري فلسطيني لاجئ، ولاجئ هنا معناها انه كان بيتنقل ما بين كل دولة ودولة أو منطقة ومنطقة، مكانش مستقر يعني. وكمان كان من أحد أعضاء اللي أسسوا حركة فتح. وبمناسبة حركة فتح فتعالى معايا كده أقول لك إيه دور ياسر عرفات في إنشاء الحركة دي. ياسر عرفات سنة 57 طلب إنه ياخد تأشيرة عشان يسافر للكويت وتوافق عليها، بعد ما كان طلب انه ياخد تأشيرة انه يسافر لكندا او السعودية واترفضوا. وفي الكويت قابل 2 من صحابه فلسطينيين، اول واحد وهو صلاح خلف وكان اسم الحركة وقتها ابو اياد، والتاني هو خليل وزير واسم الحركة ابو جهاد. فبدأ ياسر عرفات في انه يجمع اصدقائه فلسطينيين اللي كانوا بيلجأوا الكويت ويعملهم مجموعات كبيرة كده، لحد ما فعلا المجموعات دي بدأت تكبر وعددها يزيد لحد ما كونوا حركة اسمها حركة فتح. واختاروا اسم فتح لأن معناها النصر على العدو، وكان هدف الحركة دي الوحيد هو تحرير فلسطين. كان عدد كبير جدا من أعضاء الحركة دي كانوا بيؤمنوا باستجابة الدول العربية ليهم ومساعدتهم ودعمهم، لكن اكتشفوا إن فكر الحكومات العربية مش متفق أبدا مع فكر الحركة وفكر منظومة التحرير الفلسطينية، عشان يبدأ الفلسطينيين في إن هم يفكروا في إنشاء نظام حكم مركزي ليهم زي باقي الدول العربية، عشان يعتمد ياسر عرفات بدعم الحركة دي عن طريق الفلسطينيين الأغنياء اللي هم موجودين في الكويت وقطر
وباقي دول الخليج، وفعلا دول اللي ساعدوا الحركة بشكل كبير جدا. وعام 64 تم إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية عشان تكون الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني اللي تم اعتمادها بشكل رسمي في جامعة الدول العربية، عشان يكون رئيسها رئيس المنظمة دي ويكون هو الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني. بعد مؤتمر القاهرة سنة 64 قررت جامعة الدول العربية بأنها تدعم وتساعد الحركة في أنها تصرف رواتب وقوات جيش التحرير الفلسطيني، وفعلا من بعدها بدأ عدد أعضاء الحركة يزيد. لكن بعدها بدأت الحركة في أنها تعيش فترة سيئة جدا بسبب قلة التدريب والخبرات فيها، لكن يرجع بعدها ياسر عرفات ويطورها. سنة 65 تبدأ أولى عمليات العسكرية للحركة، واللي حاولوا فيها إن هم يدمروا نفق علبون، ونفق علبون ده موجود في مدينة في شمال فلسطين. ولكن تحصل بعدها على طول حرب 67، وحرب 67 دي كان لها تأثير كبير جدا على الثورة الفلسطينية. بعد الهزيمة في حرب 67 واللي كانت نتيجتها إن الكيان الصهيوني احتل الضفة الغربية وقطاع غزة بالكامل، وده اللي قضى على آمال الشعب الفلسطيني في إنه يحرر الأرض. بعد أسبوع واحد بس من الهزيمة سافر ياسر عرفات إلى الأردن. مع رحيل ياسر عرفات إلى الأردن بدأت الحركة بتأسيس قواعدها من جديد وإنشاء معسكرات تدريب في الأردن، وتحديدا في قرية الكرامة. لكن لما عرف الكيان الصهيوني بأن الحركة بدأت تلم شملها من جديد وبدأت تعمل معسكرات تدريب في قرية الكرامة، بعد تهديدات دولة الأردن بتقول فيها إن الهدف الجاي ليهم هي قرية الكرامة، عشان يبقى بعد كده القادة العسكريين في الأردن أوامر لياسر عرفات بأن هو يخلق القرية تماما ويسيبها ويرحل عنها. لكن ياسر عرفات لما عرف إن الكيان الصهيوني هيبدأ يهجم عليها رفض إنه يسيبها. وفي عام 68 بدأ هجوم الكيان الصهيوني بالفعل على قرية الكرامة، ولكن تفاجئوا هنا بحاجة، تفاجئوا بالصبر والقوة والثبات اللي كان موجود في الحركة وقتها. ولكن لما حاول الجيش الكيان الصهيوني في إنه يوسع ويزود الهجوم بتاعه أكتر على أعضاء الحركة، هنا بس اتدخل الجيش الأردني، وفعلا تراجعت قوات الكيان الصهيوني خوفا من إن تحصل معركة كبرى. ومع انسحاب قوات الكيان الصهيوني اعتبرت الحركة وقتها إن هي منتصرة، وإن هي قدرت تحقق حاجة أو بسمة أمل للشعب الفلسطيني في إن هم ممكن يحرروا الأرض من جديد. ولكن مع الوقت بدأت تنتشر داخل دولة الأردن تنظيمات فلسطينية كتيرة جدا ليها السلطة بدل من السلطة الأردنية، وأكنهم يعني عملوا دولة داخل دولة. وده طبعا اللي أدى لتوتر العلاقة ما بين الحركة ودولة الأردن وحصول نزاعات كتيرة جدا بينهم، عشان يجي لسنة 70 ويدعي فيها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لإنشاء أول مؤتمر قمة عربية عشان يلاقوا حل سلمي ما بين الطرفين وإيقاف النزاع بينهم. وفي القمة العربية دي قدر ياسر عرفات إنه يكسب تعاطف كبير جدا من القادة العرب اللي كانوا موجودين في المؤتمر وقتها، لكن برضه ما وصلوش لأي حل ولا لأي اتفاق سلمي، عشان يتعرض بعدها الرئيس الأردني حسين بن طلال لمحاولة اغتيال فاشلة، عشان يبدأ بعدها الجيش الأردني في الهجوم والقصف على التنظيمات الفلسطينية. وفعلا قدر إنه يحقق خسائر كبيرة جدا في صفوفه، عشان ينتقل بعدها ياسر عرفات إلى سوريا، ومنها راح إلى لبنان عشان يجي سنة 74 ويقول فيها ياسر عرفات خطبة في الأمم المتحدة، خطبة تكون موجهة لدولة الكيان الصهيوني، واللي قال فيها أشهر عباراته وهي لا تسقطوا غصن الزيتون من يدي. وفي سنة 82 وصل قوات الكيان الصهيوني إلى بيروت وحاصرت المدينة وحاصرت القيادة الفلسطينية واللي كان رئيسها وقتها ياسر عرفات. ولكن مع استمرار الهجوم والقصف على القيادة الفلسطينية أجبرت بالفعل القيادة الفلسطينية في إن هي تخرج من لبنان، واللي ساعدهم على كده الحماية الدولية من لبنان عشان فعلا تخرج القيادة الفلسطينية من لبنان وتتجه إلى تونس اللي كانت موافقة وقتها إنها تستضيف القيادة الفلسطينية. ومن بعد خروج ياسر عرفات من لبنان وهو ركز أكتر على العمل السياسي علشان يتم إعلان الاستقلال الفلسطيني سنة 88 من قبل المجلس الوطني الفلسطيني، عشان يعلن بعدها ياسر عرفات مبادرته للسلام العادل والشامل في الشرق الأوسط، ويكون اعتمادها على إقامة دولة فلسطينية في الأراضي اللي احتلت سنة 67 تعيش جنبا إلى جنب مع دولة الكيان الصهيوني، عشان يجي سنة 93 واتفاقية أوسلو
واللي حصلت بعد مفاوضات سرية ما بين منظمة التحرير الفلسطينية ودولة الكيان الصهيوني، واللي فيها اعترف دولة الكيان الصهيوني بأن منظمة التحرير الفلسطينية كممثل للشعب الفلسطيني. ومن بعدها بدأت الحالة الصحية لياسر عرفات في إنها تتدهور لحد ما وصلنا لسنة 2004، واللي وقتها تم الإعلان الرسمي من قبل السلطة الفلسطينية بوفاته، واتدفن وقتها في رام الله. وقتها كان الفلسطينيين بيعتقدوا إن هو توفى عن طريق تسمم أو عن طريق إن في مادة أو حاجة دخلت جسمه. وقتها قال فعلا الدكتور أشرف الكردي إن السبب في وفاته هو تسميمه. شيرين أبو عقلة أو اسمها بالكامل هو شيرين نصري أنطون أبو عقلة، اتولدت سنة 71 في القدس لأسرة مسيحية يرجع أصلها من مدينة بيت لحم. اتخرجت من مدرسة الراهبات الوردية في القدس. درست في بدايتها الهندسة المعمارية في جامعة العلوم والتكنولوجيا في الأردن. وفي عام 91 حصلت على درجة البكالوريوس من جامعة اليرموك في الأردن. وبعد تخرجها عادت إلى فلسطين لتعمل في عدة مواقع، منها وكالة الأونروا وإذاعة صوت فلسطين وقناة عمان الفضائية وإذاعة مونte كارلو. وفي عام 97 بدأت العمل مع قناة الجزيرة الفضائية على تغطية الأحداث الفلسطينية الصهيونية، وكانت أول صحفية عربية دخلت سجن عسقلان سنة 2005. وقتها هي عملت مقابلات صحفية مع الأسرى الفلسطينيين. أهم أعمالها في الصحافة وتغطية الأحداث في فلسطين الانتفاضة الفلسطينية عام 2000، اجتياح ودخول مخيم جنين عام 2002 واللي سماها وقتها الكيان الصهيوني بالدرع الواقع، الحروب على غزة سنة 2009 و2012 و2014 و2021. كمان غطت أحداث الاشتباكات والمواجهات بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال في القدس والمسجد الأقصى. شيرين أبو عقلة صاحبة الجملة المشهورة جدا بدها طولة نفس خلي المعنويات عالية. وفي سنة 2022 تعلن وزارة الصحة الفلسطينية بإصابتها بعيار ناري في الرأس، وإن وضعها حاد جدا، عشان بعد دقايق تعلن وزارة الصحة عن استشهادها في مستشفى ابن سينا بمدينة جنين. وائل الدحدوح أو اسمه بالكامل وائل حمدان إبراهيم الدحدوح، اتولد سنة 70 في حي الزيتون بمدينة غزة. درس مراحل تعليمه في الابتدائي والإعدادي والثانوي في مدارس مختلفة في قطاع غزة. وبعد حصوله على شهادة الثانوية العامة تم أسره من قبل الكيان الصهيوني وأدى 7 سنين في سجون الاحتلال، عشان يجي سنة 98 ويحصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية في غزة. وفي سنة 2007 حصل على ماجستير في الدراسات الإقليمية من جامعة القدس. وفي سنة 2003 عمل كمراسل في قناة العربية، عشان يجي بعدها بسنة سنة 2004 ويعمل كمراسل وانتاج لقناة جزيرة. هي في تغطية الأحداث والصراعات المتكررة اللي بتحصل دايما في قطاع غزة، وقدر إنه يتابع دايما عمليات الاغتيال اللي كان بيعملها الكيان الصهيوني مع الشخصيات الفلسطينية البارزة زي الشيخ أحمد ياسين. وكمان غطى أحداث الانقسام الداخلي الفلسطيني. كمان قدر إنه يكون فريق الجزيرة على تغطية الحرب الصهيونية الأولى على قطاع غزة، عشان تكون أولى التجارب الإعلامية الحربية سنة 2008 و2009. ولكن التغطية اللي كانت أكثر تعقيدا وصعوبة عليه هي الحرب الثالثة سنة 2014، واللي استمرت وقتها لمدة 51 يوم. طبعا في الأيام دي احنا بنشوف وهو بيغطي أحداث حرب طوفان الأقصى، عشان يجي يوم 29 من الحرب على قطاع غزة ويسمع استشهاد زوجته وبنته وابنه وكل أفراد عيلته، تقريبا كانوا 12 فرد. ووقتها هو لما سمع خبر وفاة 12 فرد من عيلته، وفاة زوجته وابنه وبنته، كان هو على بث مباشر بين التغطية وبين الأخبار. وقتها راح وشاف أفراد عيلته وهو مستشهدين. وقتها قال جملة شهيرة جدا، وهي تنتقموا منا بالأولاد، دموعنا دموع إنسانية وليست دموع جبن وانهيار. أنا الحقيقة بحب الراجل ده جدا، وتعلمت منه حاجات كتيرة جدا، منها الصبر ومنها الإيمان بالله، ومنها يعني إيه تبقى مؤمن بقضاء الله وقدره. وكمان إحنا شفنا صورته وهو بيلعب مع الأطفال في غزة، بيلعب معاهم كورة، وشفنا روحه وشفنا قد إيه هو بيخاف عليهم وقد إيه هو خايف على بلده وعلى أرضه.
لدرجة إنه كان مستمر في العمل وكان مكمل في تغطية الأحداث رغم كل حاجة هو عدى بيها. حقيقة الراجل ده نموذج مشرف للعرب كلهم، للصحفيين ولأي حد بيفكر في القضية دي، يتعلم منه يعني إيه الصبر، يتعلم منه يعني إيه القوي مؤمن القوي، يتعلم منه يعني إيه أفضل أحارب وأفضل مقاوم الأحداث اللي بتحصل دي، وأبقى من جوايا مقتنع إن أنا في يوم هنتصر فعلا. لكن دلوقتي وائل الدحدوح موجود في قطر بعد ما كان سافر في الأول إلى مصر بعد التسهيلات اللي عملتها القيادة المصرية عشان يتعالج من الإصابة اللي موجودة وهي قطع في أوتار اليد. طب إيه الهدف من الفيديو ده؟ أو إيه الهدف من إن نتكلم عن 3 شخصيات دول؟ واتعلمنا منهم إيه يعني؟ الحقيقة إن أهل فلسطين وشعب فلسطين على مر التاريخ كانوا هم رمز المقاومة ورمز الصمود، وما كانوش أبدا بيتحججوا إنهم لوحدهم أو بيتحججوا بالظروف، ودايما كانوا بيقاوموا الاحتلال ودايما كانوا بيقاوموا القتل وكانوا دايما بيقاوموا الأسر وأي حاجة وحشة بيحصل لهم. وهنا نيجي لختام الحلقة. ما تنساش لو الفيديو عجبك تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة اللي أنا هعملها بإذن الله. وكمان هتلاقي في الوصف تحت صفحة لينك صفحة الفيس ولينك الانستا. والسلام.